عدنان درجال: من يريد أن يمثل العراق نضعه في عيوننا، ومن لا يريد نحترم قراره. درجال منتظر ماجد: لا يرغب بالانضمام للمنتخب في مباراة فلسطين وكوريا. ما السبب؟ سعد حافظ: منتظر ماجد خذل كاساس، يجب منعه من الانضمام للمنتخب مستقبلا. عماد محمد لبرنامج الضربة: طموحي قيادة المنتخب الأولمبي بالمرحلة المقبلة، لكني لست الحق بذلك. آرائكم؟ هنا أي أوريبرو السويدي: أحمد ياسين ولوكاس شليمون في طريقهم إلى البصرة. لاعبو منتخبنا الوطني ريبين سولاقة، حسين علي، محمد الطائي وميرخاس دوسكي في طريقهم من الكويت إلى البصرة للالتحاق بالمنتخب العراقي. وافد منتخب فلسطين لكرة القدم يصل إلى محافظة البصرة استعدادا لخوض مباراته أمام المنتخب العراقي الخميس المقبل ضمن التصفيات المونديالية المؤهلة لكأس العالم 2026. رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال: لم أدخل في تفاصيل قضية منتظر ماجد، ولا زلت لا أعرف الأسباب الحقيقية لعدم تواجده مع المنتخب. الجميع يفتخر بارتداء قميص العراق وحمل العلم العراقي على صدره، والمنتخب لا يقف على أي لاعب. لوكاس شليمون في تصريح خاص: سعادتي لا توصف بعد تحقيق حلمي باللعب مع المنتخب العراقي، وأنا متحمس لمشاهدة الجماهير في الملعب. الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أيمن حسين في قطر كانت سليمة، والجهاز الطبي منحه الضوء الأخضر للعب كرة القدم. أيمن حسين سيخوض وحدة تدريبية مساء اليوم مع نادي الخور، وبعدها يتحدث مع إدارة النادي بخصوص السماح له بالالتحاق مع المنتخب من عدمه. وصول اللاعبين المحترفين أحمد ياسين، ريبين سولاقة، محمد الطائي، ميرخاس دوسكي، حسين علي، والوافد الجديد لوكاس شيلمون إلى البصرة. أحمد يحيى: منتخب فلسطين يحسب له ألف حساب، ونريد إسعاد الجماهير العراقية. الوافد الجديد لوكاس شليمون معجب جدا بملعب البصرة، ويقول: العراق في قلبي. عماد محمد: نراقب 7 لاعبين محترفين في أوروبا استعدادا لاستدعائهم للمنتخب. عماد محمد لبرنامج الضربة: الجمهور خط أحمر، شريد يحجي خلي حجي، لا أنتظر الأسف من أحد، أكو ناس ظلمتني وأكو ناس انطتني أكثر، ما أنا أستحق كلما إلهي حرية التعبير عن رأيه مثل ما يريد. عماد محمد: مدرب منتخب الشباب، أسعد جدا عندما يتواجد كاساس ليتابع منتخب الشباب. عماد محمد لبرنامج الضربة: أنا مع راي فابريغاس بإشراك علي جاسم مع الرديف والفريق الأول، ولا يعتبر اللعب للرديف تقليل من قيمة اللاعب. عماد محمد لبرنامج الضربة: نتكلم بثقة تامة عندما نقول إن جميع لاعبين الحاليين بمنتخب الشباب أعمارهم صحيحة وبعيدين عن التزوير. نحن كجهاز فني نقوم بالتأكد من جميع أوراق اللاعبين، ونتأكد حتى من مدارسهم للتحقق من أعمارهم. عماد محمد لبرنامج الضربة: المنشآت التدريبية في العراق غير متوفرة لدينا بالشكل المتواجد بدول أخرى، وجودة المنشآت التدريبية بالشكل المناسب تساهم في صناعة اللاعبين. مع تواضع الإمكانيات استطعنا تحقيق نتائج إيجابية، وأوصلنا لاعبين للدور الإيطالي والسعودي. عماد محمد لبرنامج الضربة: المدرب فكر وليس جنسية، عقلية المدرب هي من تقود الفريق باختلاف الجنسيات. أنا داعم لقدوم الكفاءات لتدريب المنتخبات العراقية، ولكن ليس على حساب المدرب العراقي الكفؤ. ابعدت نفسي عن الإعلام ومواقع التواصل لتركيزي على عملي كمدرب. عماد محمد لبرنامج الضربة: الهدف الرئيسي من منتخب الشباب صناعة اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية. تأهيل اللاعبين وتدريبهم للمنتخب الوطني يرافقه نتائج إيجابية، وهذا طموحنا ككادر فني، وقد حققنا نجاحا مع الفريق السابق ونطمح لتحقيقه النجاح مع الفريق الحالي. المستدعى حديثا لمنتخبنا الوطني لوكاس شيلمون: سعادتي لا توصف بعد تحقيق حلمي باللعب مع المنتخب العراقي، وأنا متحمس لمشاهدة الجماهير في الملعب. أحمد الفلوجي عضو لجنة المحترفين عبر حسابه: ليس كل شيء يقال، فما يحاك خلف الكواليس يشيب له الرأس.
يلمح لشيء خطير يحدث في الكواليس. لو واحد غير أيمن كان مشت عليه المأمرة، لكن أيمن بغيرته وإصراره وتفضيل منتخب على نادي، ليس كل لاعب يفعلها خاص لمعرض الكرة. فعلا إنك بطل الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أيمن حسين في قطر كانت سليمة، والجهاز الطبي منحه الضوء الأخضر للعب كرة القدم. أيمن حسين سيخوض وحدة تدريبية مساء اليوم مع نادي الخور، وبعدها يتحدث مع إدارة النادي بخصوص السماح له بالالتحاق مع المنتخب من عدمه. سبب تألق بايش هو أنه يلعب ويتحرك في كل أرجاء الملعب، والمدرب لم يقم بتقييده بأدوار محددة. والسبب الآخر هو بأن اللاعب يلعب مع فريق ينافس على البقاء ولا يريد أكثر من ذلك، لذا نرجو من بايش استغلال ذلك وأن يلعب أكثر وأكثر، والأهم أنه محافظ على مركزه أساسيا ويعتبر من ركائز الفريق، وكلما يشارك مع النادي فهذا الشيء يصب في مصلحة المنتخب، لأن المنتخب يحتاج للاعب المشارك باستمرار للجمهور العراقي. ادعموا بايش ويوسف الأمين في الدوري السعودي لأنهم يقدمون أداء جيد، فهنالك لاعبين عالميين لم يظهروا إلى الآن، بل حتى بعض الجماهير تطالب بالتخلص منهم، لذا فإن ما يقومان به العراقيين مع أنديتهم يعتبر ممتاز. إدارة نادي الخور القطري توافق على التحاق اللاعب أيمن حسين بصفوف المنتخب الوطني بعد اكتسابه الشفاء التام. اللاعب العراقي إبراهيم بايش تلقى عدة عروض أكبر من عرض نادي الرياض، لكن رغبته القوية بالانتقال إلى الدوري السعودي لإثبات إمكانياته وجودة اللاعب العراقي. ميمي في تصريح له غياب علي الحمادي وأيمن حسين لم يؤثر على منتخبنا وأنا الأفضل وجاهز لمباراة أوعد الجمهور، سأسجل على فلسطين وكوريا الجنوبية. علي حسين مجبل بعدما أن فشل في قطر كلاعب ومدرب ومحلل عاد إلى العراق، وأي عودة يحاول أن يكون وطن أكثر من أبنائنا المغتربين. أقول لك تأدب وأعرف قدر نفسك، أتحداك أن تنتقد أي لاعب محلي فاشل مع جل احترامي للاعبين المحليين الموهوبين والجيدين. لاعبين المغتربين ثروة وطنية لا يمكن التفريط بها، قولها أو كف عند حدك. قال الأمام علي صلوات ربي وسلامه، رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه. مهند علي وشيركو كريم وأمجد عطوان في صدارة الهدافين. دوري نجوم العراق. أيمن حسين عبر الإنستغرام يشكر إدارة نادي الخور بالسماح له بالالتحاق مع المنتخب الوطني العراقي. خلونا نكون واقعيين، ماكو منتخب بالعالم يعلن أنه ما راح يستدعي لاعب معين بسبب الإصابة. كل المنتخبات تغض النظر عن استدعاء اللاعبين المصابين ولا تعلن أنهم مصابين، بس وضع منتخبنا يختلف. أعتقد الكل يعرف شنو راح يصير إذا كأساس قال إني ما استدعيت هذولة اللاعبين لأن ما مقتنع بيهم. إذا كان ما مقتنع بيهم الجمهور راح ينقلب على كاساس والمنتخب والاتحاد. لذا أرى أن إعلانات الإصابة وهمية، والهدف منها اتقاء شر غضب الجماهير فقط. يمكن زيدان إقبال فقط إصابته حقيقية، أما بقية اللاعبين حتى أنديتهم ما أعلنت إصابتهم.